انت قاعد في بيتك يا استاذ عمرو، بيجي لك 10 عايزين يتعدوا على لا انا مش قاعد في بيتي من فضلك، وارجوك تتكلم معايا بنفس الادب اللي بتكلم بيه مع حضرتك. انا مش قاعد في بيتي، انا قاعد بشتغل الدور، والباقي اللي مش بيشتغلوا واللي بيتعرضوا للناس واللي بيهاجموا الناس بالقنابل المثيره للدموع والقنابل التي تثير الاعصاب. اذا كان ليك رد على سؤالي عن الاوضاع في اسكندريه اتفضل رد سيادتك. انا قاعد وانا مؤدب يا استاذ عمرو، انت قاعد في استوديو مش في وسط الاحداث. انا قاعد بشتغل زي ما انت بتشتغل، مش هخش معاك وبتابع لحظه بلحظه وبكلمك عشان اشوف الاخبار، ومن حقي كاعلامي ان اسالك وترد عليا طالما قبلت ان تكون موظف عام. مش هرد على حضرتك. خلاص انتهت المكالمه، اشكرك على هذه المداخله. هذه النماذج الموجوده لدينا من الداخليه، عندما نسالهم لا يردون ويكتفوا فقط بالهجوم. صحيح.